السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا هنا بنكمل اللي بدأناه. أنا طبعا بدأت معاكم المطبخ وأوضة ملك وخلصتهم. وعملتهم تنظيف عميق زي ما أنا عاملة في الفيديوهات، ولو حابين تتفرجوا عليها. وبعد كده طبعا قلت المفروض أخش أوضة النوم، لكن أوضة النوم أنا ما عملتهاش لأني لقيتها نظيفة، لأن أنا كنت لسه عاملاها الأيام اللي أنا ما كنتش بنزل فيها فيديوهات وكنت بعيدة عن القناة. كنت عملتها وعملت الدواليب وعملت دراج التسريحة ودراج الشفونيرة والكومودينات والكلام ده كله، ومسحتها وزعفت ونفضت وكل حاجة. بس طبعا ما صورتش أي حاجة من الكلام ده، لأن زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده لو متابعيني، إن أنا ما كنتش هصور تاني، بس رجعت الحمد لله. تمام. فهنا بقى أنا بعمل في الريسبشن اللي هي آخر حاجة هعملها المفروض، وبعد كده طبعا الحمام ده موضوع الحمام ده بسيط. بنفض وبزعف زي ما أنا متعودة. أنا ما عملتش كده، أنا باحس إن أنا كروِتّ الدنيا لو ما زعّفتش ونفّضت وشِلت التراب باحس إن الدنيا كده نوّرت واتعملت بجد وبضمير. على فكرة أنا كنت الأول في الأيام اللي زي دي من كام سَنة، وكنت أصغر من كده، كنت ممكن أجيب أي حد يساعدني بالفلوس وكده. بس بصراحة يعني أنا عمري ما هافكّر إن أنا أعمل كده تاني، رغم إن أنا دلوقتي ما بقيتش زي الأول، بس الحمد لله يا رب الحمد لله، أنا باعمل كل حاجة لنَفْسي. ما بافكّرش إن أنا أجيب أي حد يعمل معايا. أولًا ما حدش بيعمل زيِّك. لازم أنتِ اللي بتعملي حاجتِك وبضمير وعارفة إيه الأماكن اللي مش عاجباكِ واللي فيها مثلًا يعني مش نضيفة أوي وكده والكلام ده. لكن اللي بتعمل لِك عايزة تعمل بسرعة عشان وراها شغل تاني في حتة تانية. لأ وحاجة تانية كمان طبعًا هو شغلهم ربنا يرزقهم يا رب. وحاجة تانية كمان يعني بصراحة فيها سعادة. أنا أمّا باعمل حاجة كده وخصوصًا لمّا يكون داخل عليَّ أعياد أو موسم أو كده، أنا بابقى سعيدة أوي وأنا باعمل الحاجة ديّة. تمام. وهنا أنا عشان ما أطوّلش عليكم أكتر من كده في الكلام، بانفّض بقى الأنتريه من أي فتافيت أكل بتاع، لإن إحنا كتير بنقعد ناكل هنا، هنحط الترابيزة وناكل على الأنتريه كتير، وأنا طبعًا مش عارفة يعني أبطّل لهم العادة دي. المهم طبعًا بامسح التراب في الجزء دوّة، أي تراب على الترابيزات، على البايوه، على الخشب، الكراسي بامسحها، كل الكلام ده، البيبان. وهنا لأ، رُحت للجزء التاني اللي فيه ترابيزة السفرة، بازعّف برضه زي ما عملت في الجزء اللي جوّه وأنفّض التراب كُلّه. شيل التراب والتزعيف والتنفيض، أأكد لِك إن ده بجد والله بينوّر الحيطة فعلًا وبيخلّيها نضيفة وبيبان عليها. وإحنا طبعًا أكيد إيدينا في الشقة على طول يعني مش هتتوسخ للدرجة يعني. وطبعًا هنا برضه بالمّع التابلوهات وأي تابلو أي برواز على الحيطة وكده. الحاجات اللي محطوطة على الحيطة دي بتاعة رمضان دي من السنة اللي فاتت أنا ما شِلتهاش بصراحة. وهنا بقى هاكنس وبعد كده المفروض هامسح، بس أنا هاخلّي المسح آخر حاجة، أمّا أكمّل الحاجات الباقية الأول اللي المفروض أعملها. تمام يا حبايبي؟ ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم وتكونوا بتستفادوا منها. وهنا بقى أنا رايحة على السفرة أهي، المفروض ألمّع بقى السفرة. دي سفرة فروجيه، أنا ما بارضاش طبعًا أعملها بالمَيّة علشان ممكن تصدّي وتبوظ، فأنا باعملها كده بفوطة ناشفة أو بقطعة قماش، أي قطعة قماش عندِك قطن باعمل بيها. أنا أحيانًا كتير بيبقى في تيشيرتات ما بنلبسهاش، حاجات زي كده القطن الأقطان دي أنا ما بارميهاش، باقصقصها كده باقصّها وأعملها للمطبخ، أعملها للتزعيف، أعملها للتنفيض، لمسح التراب من على أي حاجة كده جنب الفوط اللي باشتريها طبعًا الجاهزة. أصل طبعًا إحنا بنستخدم الفوط والكلام ده كتير، فأنا مش هالاحق. تمام. وهنا بقى المفروض إن أنا هنا هانضّف بقى النجف. أنا هنا يا دوب عايزة أقول لكم إن أنا الف ال ال الفوطة دي أنا يا دوب رشّة عليها رشّة مَيّة بسيطة جدًا، إن أنا ألمّع بيها الكريستالات مش أكتر، يعني مش مَيّة كتير ولا حاجة. ما ينفعش مَيّة كتير طبعًا للنجف. وبامسح التراب وبالمّع الأبليكات والكلام ده كله، بينوّروا وبقوا زي الفل. لو أورّيكم كمية التراب اللي أنا طلّعتها، أنا بجد يعني هتتخضّوا، مع إني والله يعني باعملها على طول. وبعد كده هالمّع الترابيزات بجلانس بقى، بمَيّة بخل، أنا باحب المَيّة المخلّي والله وباختصر الدنيا خالص، وبيخلّوا الإزاز زي الفل. هنا بقى هنيجي بقى للحيطان، الأماكن اللي مش نضيفة. أكيد كلّنا عندنا أماكن كده هي بتبقى شديدة الاتساخ شوية. أصل أنا مش هاقدر إن أنا أعمل الreception كُلّه صابّينه كُلّه، دي مشكلة، هياخد منّي وقت ومجهود. وكمان بصراحة الدهان البلاستيك ده بينزل في المَيّة ومش حلو، وبيبيّن كمان اللون اللي تحتيه. أنا كنت جايبة الدهان دوّة أو كان اسمه إيه، كان 3 سبعات أو 5 سبعات حاجة زي كده. لأ مش حلو بصراحة.
المهم عملت الحتت بس اللي مش نضيفة وخلاص. وبعد كده انا دي الحفظتين دول اللي انا بفرشهم في الايام العادية. انا بغسلهم برضو باستمرار، انا خدتهم في الحمام وقفلنا علينا باب الحمام انا وملك ومسكناهم خليناهم زي الفل، وشطفتهم زي الفل كده وسبتهم يتصفوا نهائي وحطيتهم يتنشروا. وبعد لما ينشفوا بقى تاني يوم ونشرت الستارة، وتاني يوم بقى بإذن الله يكونوا نشفوا أقوم فرشاهم. وعلقنا بقى الزينة، كل سنة وانتم طيبين، حاجات على قد الإيد، أنا مكلفتش نفسي قوي ولا حاجة. في حاجات عندي من السنة اللي فاتت وفي حاجات كملت عليها. المفرش ده من السنة اللي فاتت، الحاجات اللي على الحيطة دي من السنة اللي فاتت. اللومة اللي بتنور وبتطفي دي أو دوت كنت جايباه بحوالي 20 25، برضو من السنة اللي فاتت. ده لسه جايباه السنة دي، كان ب15 جنيه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ورمضان سعيد عليكم. وأقل التكاليف ممكن نعملها ونفرح نفسنا ونفرح ولادنا، ومش ضروري أبدا إن احنا نجيب حاجات غالية ولا حاجة. اللي فوق اللومات برضو اللي فوق الشاشة دي برضو بكام؟ 25. يعني أنا ما كلفتش نفسي قوي ولا حاجة. تمام. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم. باي باي يا حبيبتي حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد عليكم. واللي ما عملش يلا يعمل، اللي يقدر عليه يعمله، مفيش مشكلة. وما نقولش مفيش وقت خلاص، لا، ممكن نقدر نلم الدنيا أي حاجة. وباي باي يا حبايبي.